صباح الخير. الفترة دي هي الفترة اللي بحاول استقر فيها على نوع المحتوى اللي انا المفروض الفترة الجاية اقدمه، ولكن بقالي فترة عمال بفكر ولسه ما وصلتش للمحتوى اللي انا هقدمه، لسه مش عارف. بعدين قلت انا ممكن يكون كسلي هو اللي بيكسلني، واخد بالك؟ انا كده بريح. عشان ما اريحش انا هحاول الزم نفسي ان انا انزل فيديو كل يوم افضح فيه قصة من حياتي لحد ما استقر على الكونتنت اللي انا هقدمه. خلاص يا ناس يا اللي مستنيين افكار للمحتوى عشان تبداوا، انا اهو لسه ما جاتليش الفكره بتاعت المحتوى اللي هقدمه الفتره الجايه، ولكن من باب الالتزام انا كل يوم هنزل فيديو افضح فيه قصه من حياتي. بما ان دي اول حلقه في القصص اللي هفضحها من حياتي، فانا هفضح لكم قصه اول حب من حياتي والرساله اللي ترد عليها بعد 10 سنين، سنه 2008. كنت وقتها في تانية اعدادي او الصف الثامن للناس اللي مش من مصر. يعني كان اول يوم عيد. خروجتي في العيد كانت معروفه، واغلب الشباب في مصر خروجاتهم في العيد في السن ده كانت معروفه، هي خريطه بنمشيها وبنعمل نفس الحاجات كل يوم في كل ايام العيد. كنا شله مكونه من 4 افراد، اسلام اكبرنا، مكي يليه، وانا ومؤمن من نفس السن. احنا كنا في مدينه اسمها بورفؤاد. بورفؤاد دي مدينه من مدن محافظه بورسعيد. وكانت خروجتنا في العيد هي اننا انا والشباب بننزل ونعدي المعديه، والمعديه دي هي يعني زي المركبه اللي بتعدينا من بورفؤاد لبورسعيد. بورفؤاد في قاره اسيا، وبورسعيد في قاره افريقيا. قاره افريقيا بتبتدي من بورسعيد، لان بورسعيد بيطلق عليها ناصيه العالم لانها اول مدينه من مدن قاره افريقيا هنا في مصر. وبورفؤاد كانت آخر مدينة في آسيا، فإذا بورفؤاد في آسيا وبورسعيد في أفريقيا. فكنا ننزل من بورفؤاد نعدي البحر بالمعدية نروح بورسعيد ونمشي على طرح بحر بورسعيد لحد ما نوصل لمحل الأكل اللي بناكل من عنده كل يوم من أيام العيد. نطلب برجر أو برجر زي ما بيقولوها الناس بتوع الحاجات، وبطاطس ومعاه بيبسي. كان سعر الوجبة دي كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه يا مؤمن، بكلمك 2007 2008. ونخلص أكل ونطلع عند بتاع الايس كريم اللي كان بعديه بشارعين، ناكل ايس كريم ونرجع تاني لحد بورفؤاد نروح السايبر عند كافيه نت، هو اسمه كده كافيه نت، ونقعد نلعب كونتر سترايك ارض النووي 7 ساعات 8 ساعات لحد ما عنينا تقفل مننا. ولكن في العيد الصغير بتاع 2008 ده بالذات السيناريو ده ما حصلش. رحنا ونزلنا واكلنا وبعدين رحنا ناكل ايس كريم، واحنا عند بتاع الايس كريم لقيتها مريم، بنت ما شفت احلى من كده وقتها. هي ما كانتش بيضاء قوي ولا كانت سمراء قوي، كانت قمحيه، لونها لون الذهب كده، شعرها طويل جدا جدا، كان معدي ظهرها بكتير، والله العظيم كان معدي ظهرها بكتير، وكان ناعم ما شاء الله قوي، وكانت ماسكاه بتوكه هنا كده، والشعر بقى مسدول بقى لحد لحد تحت، وكان ليها قصه كده هنا لحد نازله كده على عينيها. ملامحها بريئه جدا جدا جدا، وعينيها كانت واسعه لونها اسود سواد قاتم، حاجه يعني كانت فائقه الجمال. فكانوا 4، مريم اختها الكبيره و2 من صحاب اختها الكبيره، واحنا كنا 4 وكنا واقفين عند محل الايس كريم. واذا فجاه يظهر مجموعه كبيره من الشباب وشكلهم يعني استغفر الله العظيم عيال يعني شر الشر، وكانوا بقى من العيال بتوع الطرازي بقى في البنات ومش عارف ويعاكسوا وبتاع، وكان موضوع كان بيبقى فيه تجاوزات كتير جدا. ولقينا مجموعه الشباب دي بيعاكسوا مين؟ مريم واختها واصحابه. نعمل ايه؟ خدنا بعضنا انا والشباب ورحنا عشان نشوف اللي بيحصل ده، واشتبكنا مع الشباب ودخلنا فيهم، والحمد لله يعني الاشتباكات خرجنا منها بدون اي خسائر، على الرغم من انهم كانوا الاكثر عددا منا بكتير قوي، واحنا كنا الاضعف جسمانيا منهم بكتير قوي. اللي نجدنا انهم كانوا غلطانين، والغلطان دايما بيبقى جبان وبيخاف، وهم فعلا خافوا وخدوا بعضهم مشوا وقعدوا يلقحوا بالكلام وبتاع، كلام من هنا كلام من هنا. هم مشوا واحنا وقفنا حوالين البنات وقلنا لهم اهدوا، شكرونا، عرضنا عليهم المساعده، يعني هم البنات على حياء كده وافقوا، احنا مروحين خلاص احنا هنمشي معاكم ونوصلكم. وانا والشباب ما اتكلمناش ولا كلمه عشان هم ما يحسبوش اللي احنا بنحاول نجيب معاهم كلام، ولكن يعني في نص الطريق كده الكلام جاب بعضه عن طريق ان هم خدوا بالهم وانا بتكلم مع اصحابي ان انا الدغ في حرف الر، فلقيتهم بيضحكوا فاتضايقت، قلت له ما بحبش حد يضحك على حرف الر بتاعي وبتاع ومش عارف وكده. الكلام كان مع مين؟ كان مع اخت مريم واصحابها الاثنين. مريم فين؟ مريم ماشيه في هدوء عجيب، البنت كانت هاديه هدوء يا جدعان مخيف، وكانت ماشيه تبص في الارض، اقسم بالله يا جدعان ملاك ماشي على الارض.
وكنا بنتكلم انا واخواتها واصحابي كمان في منتهى بقى الاحترام والذوق وبتاع، واحنا كمان انا واصحابي متحسسين جدا، مش عايزين نتجاوز في اي حاجه عشان هم ما يحسبوش ان احنا عايزين نكلمهم. احنا فعلا بنوصلهم عادي جدا، لان الاجواء كانت في العيد، الاولاد الصغيرين وبتاع كانوا بتوصل لدرجه التحرش، كانوا بيحدفوا بعضهم على البنات. احنا اتدخلنا في لحظه من اللحظات دي، مسكوا عيل من صحابهم، يعني هم شله كده شباب، مسكوا عيل من صحابهم لقوه على البنات. تتخيلين التخلف؟ المهم فضلنا ماشيين لحد ما لمحوني وانا بتكلم مع اصحابي اللي انا الدغ في حرف الر. واحده منهم ضحكت، قلت ما بحبش حد يضحك على اللدغه اللي عندي، ازاي ده عسل قوي وبتاع ومش عارف ايه وربنا يحميك والكلام والحكايات دي. مريم فين في كل ده؟ ماشيه زي ما شرحت لكم بالظبط، هاديه باصه في الارض، وهدوءها هنا كانه سلاح فتاك مهيب يخوف اي حد انه يحاول يبص لها. وفعلا فضلت مريم ساكته باصه في الارض وهي ماشيه لحد ما وصلناهم قرب بيتهم في بور فؤاد. وصلناهم ورحنا انا والشباب بعديها السايبر بتاع كافيه نت، وقعدنا نلعب كونتر ارض النووي لحد الصبح. وفي اليوم ده انا اكلت على وشي وكنت اضعف واحد، مع اني على طول دايما ببقى اكتر واحد كلات ودايما MVP، ولكن من كتر التفكير في البنت انا خلاص ما عادش عارف العب. والشباب لاحظوا يعني. روحت انام، ما بنامش، افكر بس. طب بتفكر في ايه يا ابني انت اصلا؟ حتى ما اتكلمتوش، ما اعرفش، عمال افكر في شكلها ومشيتها وهدوءها وبتاع. انام، ما بنامش. جالي احساس، والله العظيم جالي احساس ان احنا في تاني يوم العيد هنقابل نفس البنات. واحلى حاجه في وقتها في السن ده، لما بيدخل عليك العيد انت في السن ده مش ملزم باي حاجه غير انك تتبسط، يبقى معاك فلوس وتتبسط. الفلوس دي جايه لك منين؟ ناس تانية ملزمه ان هي تديك العيديه دي، تاخدها انت تتبسط. فيعني ما طولش عليكم، قولوا لي في الكومنتات طول. نزلنا اليوم ده، عدينا المعديه ومشينا على طرح بحر بورسعيد، ورحنا اكلنا من عند الراجل اللي بناكل عنده، ورحنا اكلنا ايس كريم من عند الراجل اللي بناكل عنده ايس كريم، ولقيناهم وكانهم هم كمان كانوا حاسين انهم هيشوفونا. كنا احنا خلاص خلصنا خروجتنا وراجعين، وهم كمان كانوا خلصين خروجتهم وكانوا مستنينا عشان نوصلهم. وصلناهم واتكلمنا اكتر من اليوم الاولاني، ولكن مع اخت مريم واصحابها. مريم نفس المنوال، ماشيه بص في الارض لحد ما روحت. جه تالت يوم العيد وكنت على امل اشوفها، ولكن مع الاسف ما ظهروش. اتضايقت قوي يومها، وفضلت افكر في مريم من يومها لحد دخول الدراسه. وفي درس الرياضه اكتشفت انها دفعتي وفي المجموعه اللي قبلي. كنت انا داخل المجموعه بتاعتي في الدرس، وكانت هي مع المجموعه اللي خارجه. الدرس ده مقسم لمجموعتين في اليوم، مجموعه ولاد وبنات دي اللي بنروح بالليل، وقبلنا على طول مجموعه للبنات بس، هي طبعا كانت مع المجموعه اللي فيها بنات بس. قلت وقتها للمستر ان انا بروح درس في ميعاد المجموعه اللي انا بروح فيها يا مستر، والمجموعه دي ما عادتش تناسبني. قال لي تعالى في المجموعه اللي قبلك، سمح لي ان انا اروح. وقتها يعني انا كنت شاطر قوي، المدرس كان يحبني، فايه سمح لي ان انا احضر معه. كنت اروح في المجموعه بتاعتها، وبعد الكورس او الدرس بتاع كان اسمه درس، افضل ماشي وراها هي ماشيه، والله العظيم ماسكه الملازم بتاعتها كده اهو، حضناهم وماشيه بصه في الارض لحد عمارتها وتطلع البيت. انا هاخد الخطوه امتى؟ انا عايز اخد الفيرست ستيب بقى، اوقفها. هدوءها كان موترني، هدوءها كان راعبني، بقول لكم هدوء مرعب، اي حد يخاف. وفضلت كده فتره طويله قوي هدوءها موترني ان انا اخد معاها اي فيرست ستيب، او اني احاول اكلمها او المح لها او افكرها بان انا كنت نفس الشخص اللي انت كنت بتخرجي معاه في العيد وبتاع وكده. وفضلت كده في سنين الدراسه، في سنوات اعدادي كلها، وفي ثانويه عامه قررت قرار. كان القرار هو اني هبعت لها رساله على الفيسبوك بعد ما ادور على الاكونت بتاعها. والحمد لله بعد فتره صعبه جدا من البحث والتدوير وصلت للاكونت بتاعها واتاكدت انه بتاعها. بعت لها رساله نصها كالاتي: مريم انا محتاجك، يا ريت تردي ضروري. الرساله دي بعتها سنه 2011. كنت كل يوم من يوم ما بعت الرساله دي وانا بدخل على الرساله اطمن اذا كانت شافتها ولا لا. طب يا ترى شافتها، يا ترى ما شافتهاش. وكان وقتها انت ما تقدرش تعرف هي عملت سين ولا لا، لكن ما كنتش بلاقي اي رد فعل منها لحد ما عدى 10 سنين. تخيلوا ردت قالت لي ايه؟ قالت لي: ياه ناصر اللي كان ألدغ في الراه. انت كنت عايز ايه؟ كان القرار هو اني هبعت لها رساله على الفيسبوك بعد ما ادور على الاكونت بتاعها. يعني بجد كنتش عارف ارد بايه وقتها، يعني قلت لها مش فاكر، بس يعني كنت بحبك تقريبا يا مريم.
قالت لي يا ناصر طب ما قلتش ليه؟ انا فعلا ما قلتش ليه؟ انا فعلا ما قلتش ليه؟ قلت لها وقتها انت كنت هاديه جدا وكان هدوءك ده مخيف قوي قالت لي يا ناصر ده انا اتجوزت وخلفت وعمري ما فكرت وقتها ان انا افتح الاذرز، احنا بس دلوقتي في كورونا وبتاع انت عارف الملل، فببص كده فلقيتك وسط الرسائل بتاعت الاذرز وما تخيلتش ان انت قلت مش معقول يكون ناصر اللي لدغ في الريه. قلت لها اتجوزتي؟ قالت لي اه اتجوزت وبقى عندي اولاد كمان وبتاع، واترددت جدا ارد عليك لكن استأذنت اختي كبيرة اعمل ايه وهي قاعده جنبي دلوقتي وانا برد عليك. قلت لها سلم عليها كتير، قالت لي كمان بتسلم عليك. انا مش عايز اقول لكم انا كنت حاسس بايه، انا ما كنتش زعلان خالص مبدئيا بس كنت حاسس احساس كده، احساس حلو قوي، ولكن انا ما كنتش زعلان. وكمان وقتها انا كنت مرتبط خلاص، فكان في حد تاني في حياتي، ودي قصة أنا فضحتها لكم من حياتي وهفضل أفضح في قصص من حياتي لحد مستقر على كونتنت من باب الالتزام عشان أنزل لكم فيديو كل يوم. يمكن في تعليق من تعليقاتكم حد يكتب لي قصة تبقى دي القصة اللي أقولها بكرة أو بعده أو بعده، لكن لو حابين إن أنا أكمل في القصص الصباحية دي كل يوم قصة اكتبوا لي برضو في التعليقات. صباحكم لذيذ ومساءكم عسل.